كان يوما عاديا ككل الأيام التي تمر، ولننتبه لها. لم يكن أحد يعلم أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياة أناس أبرياء. في مدينة آسفي نزل المطر بهدوء، قطرات خفيفة لمتثر الخوف في القلوب. قالوا إنها أمطار عابرة وستنتهي، لكنها لم تنته. في لحظات قصيرة ارتفع منسوب الماء، فاضت الأودية، وغمرت السيول الطرقات بلا إنذار، بلا رحمة. أصوات استغاثة تعلو ثم تختفي، قلوب ترتجف خوفا، وأيد ممدودة تبحث عن نجاة ولا تجد. خرج أحدهم وهو يقول: سأعود بعد قليل، لكنه لم يعد. وعد آخر ممة أنه قادم، فبقي الوعد وبقي الانتظار. ممهات تمسكن بالهواتف، ينادين أبناءهن مرة ومرة ولا جواب. أطفال وقفوا عند الأبواب ينتظرون آباءهم، والأبواب لم تفتح. ثم توقف كل شيء، رحلت أرواح إلى الله بلا وداع، بلا عناق أخير، بلا كلمة تخفف الوجع. لم يبق سوى الدموع والذهول، وسؤال واحد يخنق القلوب: لماذا؟ وجاء الصباح، لكنه لم يحمل نورا، حمل خبرا كسر القلوب. فلان قد توفي، وفلان لم يعد، وبيوت أغلقت على الحزن. هؤلاء لم يكونوا أرقاما، كانوا أحلاما، ضحكات، أصواتا صارت الآن ذكريات. آسف اليوم مدينة حزينة، مدينة تبكي أبناءها. وهذه الفاجعة ليست خبرا ينس، بل رسالة لنا جميعا. الحياة قصيرة، والخطر لا يمنح فرصة ثانية. إن رأيت طريقا غارقا بالماء توقف، إن سمعت تحذيرا فاستمع، وإن رأيت إنسانا يغامر بحياته فأنقذه بكلمة، كلمة واحدة قد تنقذ روحا من الموت. فلنجعل من دموع اليوم وعيا للغد، حتى لا نبكي أمهات أخريات، ولا نفقد أرواحا جديدة. سكتة طويلة، رحم الله ضحايا آسفي رحمة واسعة، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وجعل مثواءهم الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.